قبل ما نبدا الفيلم حاب اقول لك وحشتني يا صاحبي. النهارده جاي لك بقنبله نوويه، حاجه عالميه. فيلم كله حمم بركانيه من الاثاره الهنديه والدراما التي لن تراها الا عند حمو الاسواني. ولك تركز في التليفون عشان فيلم النهارده فيلم مجنون، وشد فرامل هنا عشان هيبتدي فيلمنا. يبدا بينا الفيلم باهل بلد وبيخش عليهم مره واحده كده راجل متصاب بكل حته بجروح كتيره، وبياخدوا يعالجوه من كل اللي فيه. بيكون عاملين حفله وبيرقصوا فيها، ومره واحده بتقلب دمار. بيضربوا فيهم يمين وشمال، وبيظهر راجل المربط اللي بيعالجوه اللي اسمه جوان. ما بيكونش فاكر اي حاجه، لكن ما بيقدرش يستحمل. اوعى يلا انا جيت، واللي مش عاجبه يغمض عينيه. وبيخش عليهم يضرب فيهم يمين وشمال، وبيقدر ينقذ اهل البلد لدرجه ان هم بيكونوا عايزين يساعدوه، لكن ما بيكونش فاكر نفسه هو مين. وبتدور بين الاحداث في المترو، والدنيا متدربكه، والدنيا امتحانات، وكل واحد عايز يلحق اللجنه بتاعته يا صاحبي. لكن بتصل حاجه غريبه، بيخش راجل اسمه عجوز اللي اسمه جوان، هو بيكون ماسك شنطه في ايده وبيخش بيها وعامل فيها راجل عجوز. ومره واحده الدنيا بتضرب دمار، والمترو بيوقف، وفي 5 بنات بيهددوا كل اللي فيهم ان الناس تقعد. لكن في ضابط بيقول له ما تخافوش انا ضابط. لكن راجل عجوز بيقول له اقعد يلا على جنب، شكلك راجل عجوز. بيقول له انا جوان يلا. هو بيقول له انت مين اكتر واحده بتحبها؟ بيقول له امك. بيقول له يا حلاوه امك. بيقول له انت امك عندها كام سنه؟ بيقول له 55. بيقول له زي الوليه دي، وبيمسكها يقتلها. وبعد ما بيقتلها بيكون طبعا مصورين، وبيتفاوض مع ظابطه اسمها نرماده. بقول لها اسمعي انا هسمع اغنيه، والاغنيه دي مدتها 5 دقايق، وبعد 5 دقايق لازم قبل ما تخلص تقبلي وزير الزراعه. عايز تتفاوض معاه. هو بيكلم وزير الزراعه وبيقول له الحق الدنيا متدربكه، في ولا مجنون واسمه جوان وعايز يخرب الدنيا. وبيكلم وزير الزراعه بيقول له اسمع انا عايز 409 مليون و700 الف روبيا. بقول له جايبها لك من فين دي يا ابني؟ اجيبهم لك من فين؟ تعرف الحكومه ما فيش فلوس. بقول له خلاص في رجل في بنت هنا ابوها اسمه كالي، وهي تكلم ابوها وبعدين هيكلمك عشان يدفع الفلوس. وفعلا بيرنوا على راجل اسمه كالي، وبيكون بيهدد راجل كده عشان ياخد ارضه ويعمل عليها مصنع. لكن الراجل ما بيرضاش، فبيديله برشامه حمراء وبقول يلا بالسلامه يلا، وما تقلقش على مراتك وابنك انا ربهم لك. والراجل بياخدها بيموت، بيكون عارف نادوا، وبقول له مرات ما تقلقيش انا رب ابنك يا بنتي. وفعلا بيكلموا الراجل ده. وزير الزراعه بيقول لهم معاه فلوس ياما واكيد مش هستخسر في بنته. والبنت اسمها عاليه بتقول لهم ايه ده انتم مجرمين، شكلك جحش كبير يا جوان. فبقول لها طب انت عارفه قصه البنت دي لما بتقول انا شرير؟ ابوها كان عليه ديون كتير وكان عليه قرض، وفعلا شدوا له الطالون وما كانش في اي حياه ولا اي خيشه. والراجل ما قدرش يستحمل ولا بنت روح يا بنتي روحي امتحانك ما تقلقيش عليا انا اكون بخير. والراجل بيقدم نفسه بيموت، والبنت بتيجي تشوف ابوها معدوم، وكمان مش بيكفيهم كده، بيروحوا كمان يهددوهم كمان بالدين طبعا وبالقرض. فالبنت بتقتلهم. ولا اسمعي قولي لابوكي كالي اللي عامل كده حسبه في جرام، ويلا بنت عشان وقت تخلص. وامي يا وليه اللي انت عامله ميته انا ما قتلتكيش. وبكون عامل كذبه على البوليس. والبنت اللي اسمها نرماده بتقول هجيبك يلا يا اقرع دلوقتي هتبقى قدامي. بقولها لما نشوف. وبيوقف المترو بيخرجوا كل الناس اللي فيهم، لكن بيحصل لهم ضرب نار من كل حته. لكن نرماده مش سهله برضه، اضرب يلا اضرب على الولد ده. وبروح بلاقيه تمثال، وبكون هرب منهم. وفعلا وزع 409 مليون و700 الف، وزعهم للناس الغلابه عشان يسددوا قروضهم. وقلت لهم اكيد اللي عمل كده هتكون دي البدايه، لسه طبعا هيعمل حاجات كتير وان شاء الله نمسكه. وبكل 5 بنات دول رجعوا للسجن بتاعهم. وبتروح البنت اللي اسمها علي لابوها كالي، وبتقول اللي عمل كده اسمه فكرام. وبيظهر مامور السجن اسمه ازاد، هو اللي عمل ده كله. بنفهم ان هو اسمه ازاد وان ابوه هو اسمه اكرام، فعمل كده هنفهم في اخر الفيلم. وبعد كده بيقول لهم ان السجن تطور كتير عشان خاطر بيساعد الناس وبيساعد الغلابه في الاطراف الصناعيه، وبيرسوا راسة المجنونه وراسة الهبله كمان، وبيرسوا مع بعض. وفي راجل التاني ده بيظهر جنبه مش عارف ايه اصلا دوره، بيرس يمكن بس كده، وبيرسهم بيسطوا. ومامور السجن اسمه ازاد بيكون راح يقدم لواحده، لكن بتكون عندها بنت، والبنت بتقول له تعالى بس هلا عايزك في كلمتين. ليه يا بنت عايز ايه؟ بتقول له اسمع انا اللي هياخد مكان ابويا لازم يلعب معايا ويفسحني الكلام ده كله، وخد رقم حط رقمك هنا وبرن لك ولا كل حاجه. والظابط اللي في المترو اللي ضربه جوان بيكون بيبحث عن الراجل ده. مره واحده بيعرف ان امها نرماده ما كنتش عارف يعمل ايه، وبتلبخ كده. هو بتقول له اسمع انا الراجل اللي كان قبل كده جبت عشان خاطر سوجي بنتي، اساسا ان انت ابوها فعلا. بقولها ما تلاقيش انا بلعب دور الاب حلو قوي. وبيعيش اجمل قصه حب مع بعض، وبيكون خلاص الدنيا تمام معاهم لدرجه انه هو فعلا بيتجوزها ويفسح بنتها.
وبيكون دايما مع بعض وفي كل مكان، وبيروسوا راشد برضه اللي هو بلوم مجانين. مرة واحدة كده بيظهر وزير الصحة وداخل في انتخابات وبيقول ما تسألوش المستشفيات الحكومية كلها متجهزة وفيها أدوات طبية، لكن مرة واحدة كده بيحصل ضرب نار وإجرام بياخدوا يخطفوا ويوديه المستشفى حكومي عشان خاطر كذبوا، وبيتنقل في بث مباشر بيقول لهم أنا إجرام. وده وزير الصحة اللي بيقول إن المستشفيات الحكومية كلها جاهزة وهو قاعد في مستشفى حكومي وما فيش أي حاجة، ولازم دلوقتي حالا رئيس المستشفى اللي كان هنا في المستشفى دي يقول الكذبة اللي عملها ال60 طفل اللي الدكتورة كانت عايزة تنقذهم ومحدش يقدر ينقذهم وورطوها هي في الآخر. لازم يقول الكلام ده على البث المباشر قدام الناس كلها. ال60 طفل اللي ماتوا دول حياتهم مش هتروح حاضر، واللي راحت فيهم طبعا الدكتورة الغلبانة كان كل همها تنقذ الأطفال. لكن دلوقتي وزيركم اهو لازم تجهزوا المستشفيات الحكومية اللي أنا بعتها لكم دلوقتي وقدامكم 5 ساعات بالظبط، وبيحاولوا بكل سرعة وبكل قوة إن هم يقدروا يعملوا كل حاجة ويودوا المستشفيات الأدوات الصحية، وبكون خلاص قلب من رمادة هليكوبتر عشان يمشي منها ويهرب. لكن مرة واحدة كده بتظهر رمادة وبتقول هو فين الأقرع اللي مغلبنا؟ مرة واحدة كده بقول ايه ده، هو كمان لبس شعره دلوقتي لبس باروكة وبتحاول تضرب فيه لكن هو ما بيتضربش، وبتاخد قناعه وبتحاول بقى تدي لإيران صاحبها المواصفات عشان خاطر يرسموا صورة. وبيظهر كالي وبقول له اسمع يا منيش انت اخويا الوحيد، لازم ما تعملش اي حاجة لغاية ما اجي في الوضع ده، اروح كده حتة وباجي. وبيكون ازاد عايز يتجوز البنت اسمها نرمادة، بيكون خلاص يتجوزوا وفعلا يتجوزوا ومبسوطين وخلاص. بيكون عايز تقول لها الحقيقة لكن بيجي لها تليفون وبيبعتوا لها ايه الصور بتاعتها وبتعرف ان هو ازاد، بيكون خلاص هتضربه بالنار لكن بيحصل لهم ضرب نار بكل حتة. مانيش اخو كالي ما سمعش الكلام وبيضرب فيهم، بيقول لي يلا هيك انت اللي مدوخ الدنيا انا جبتك. لكن بتحصل حاجة غريبة، اجرام بقى الحقيقي بيظهر وبكون مش عارفين مين هو ده، لكن بيضرب فيهم بوريهم بيعمل اكشن ب5 جنيه ولا اجدع باليه، وبيضرب فيهم يمين شمال. هو بيقول لهم انا هو يلا، وبيمسك العيل الصغير ده بيقول له انت مين؟ بيقول له انا اسمي فكرام. بيقول لهم مال احنا خطفنا ده مين؟ وكالي طبعا قاعد في المؤتمر وبيقول لهم اسمعوا انا هفتح مصانع كتير والحكومه لما اخش الانتخابات واكسب اكون هتبقى معايا، بس انا عايز دعم 80%. والراجل العبيط ده بيقول له خلاص انا معاك، وبروح لقصه اخوه اسمه منيش بيقول له يا اهبل انا مش قلت لك ما تعملش حاجه لغايه ما اجي، بس هجيب لك حقك. نرمادة بتقول لهم اسمعوا انا عايز اعمل قصه عليهم بس اهتموا ببنتي سوجي، انا اخش جوه السجن بس اقول لهم كلهم عارفين مكان ازاد. وفعلا بتقول لهم ايه ده اللي اسمه ازاد ده كلب حيوان مجرم كبير عاملينه بطل انتوا، وانا هنا ظابطه وسبت شغلي واتحبست. بيقولوا لها انت لازم تعرف الاول مين هو فكرام، وبيقولوا لها ان فكرام ده راجل بسيط، راجل كل همه انه كل همه انه هو يصرف على بيته واهله ومراته الجميله دي، وبيكون عايش معاك من قصه حب وخلاص هيتجوزها، وبيكون ظابط في الجيش واصحابه ماتوا في مهمه فبيكلفوه بمهمه فبياخد الحاجه دي فبيروح عشان خاطر ينفذ المهمه. لكن بتحصل حاجه غريبه، السلاح بتاعهم ما بيضربش بيكون عطلان، وصاحبهم صاحب فكرام بيضحي بنفسه عشان خاطر ينقذ اصحابه وينقذ كل الناس، وفعلا بيضحي بنفسه بيقول لهم اسمعوا المدينه دي المفروض يستحقها صاحب اللي مات، وحصلت حاجه غريبه ان السلاح كان بايظ وانا عايز احقق مع مدير المصانع دي، وبيعرفوا ان مدير المصانع اسمه كالي. بيقول لهم اسمعوا انتوا لازم تضربوا الضباط اكتر من كده، اكيد الضباط مش متدربين واكيد الجنود مش متدربين. فبقول له بعد اذنك يا سيد ممكن اعمل محاضره، ممكن اعمل تطبيق كده عملي للسلاح. وبقول له السلاح كان كل حاجه تمام واحنا متدربين عليه، انا ممكن اموت للبلد بس مش عشان خاطرك انت يعني. وبكون عايش مع مراته وقاعدين في البيت ومره واحده بيحصل لهم ضرب نار من كل حته، طخ طخ يا صاحبي، وبيضربوه. وكالي بيقول له ايه ده انت عايز تخرج عايز تخسرني سمعتي، وبيخطفوا ومامور السجن بيروح لمراته بيقول لها اسمعي لازم تقولي على جوزك خاين وتمضي هنا، لكن ما بتمضيش وبتقتلهم لدرجه انه بيتهموها بيقتلوا جوزها وبيودوها السجن. وكالي طبعا بيمسك في جرام في الطياره ويديله طلتين ويرميه من فوق، وبيروح لمراته بيقول لها اسمعي دلوقتي هتموتي ويلا سلام عشان ما فيش وقت، وعلى فكره قتلت لك جوز يكون خلاص هيدموها لكن بتكون حامل، لكن بيأجلوا الحكم بتاعها 5 سنين لغايه ما يكبر الولد وكده. وفعلا كل اللي في السجن بيعملوها معامله كويسه وبيهتموا بيها وبتفتكر في كرام لغايه ما بتولد وبتربي ابنها وبتسمي ابنها ازاد، وبتكون رسمه صوره لجوزها وبيتفكروا بجوزها اللي هو ابوه في كرام لغايه ما بيكبر الولد 5 سنين، وبتقول له اسمع عهدني يا ابني ان انت تبقى مامور السجن ده وان الناس اللي هنا دول تجيب حقهم عشان كل الناس اللي هنا دول مظاليم. وانا راح الشنق يلا السلام عليكم، وبتروح تشنق وابنها بيعيط عليها عيني لكن بيكون حافظ الوصيه بتاعت امه،
وبتدور بينا الاحداث وبيرجع ازاد وبيكون الضابط اللي هو ضربه في السجن اللي ضربه في المترو بيقول له اسمع الراجل ده لقيناه في القريه هو مش عارف نفسه، بس انا قدرت اوصل لفريقه وعرفت ان هو في اكرام ده ابوك بس مش فاكر اي حاجه. ابيض يا ورد مش فاكر اي حاجه يا ازاد. بيقول له اسمع انت ابني بس انا مش فاكرك اصلا، يا ريت ما تبوسنيش. وبياخده بالحضن وكالي بيكون رجع مره واحده وايران صاحب نرماده بيقول له اسمع انا شغال تبع كالي. وكالي بيكلمه بيقول له اسمع بعد ما تخلص على الناس اللي عندك وتخلص عليهم وخلص على البنت برضه وعرف المكان فين ازاد الولد ده اللي مدوخنا وبكون خلاص هيقتل عليها، لكن البنات بيضربوا فيه وبيظهر في كرام وبيضرب الناس كلها وبينقذ البنت. وطبعا ازاد بيروح عشان يحرر نرماده من السجن ومن ايد الولد اسمه ايران وبيقتل ايران، لكن بتكون صاحبتهم لاكشمي اتضربت بالنار وضربوها وخلاص هتموت، وحال في كرام انه هو يضربها بالساق عشان يفوقها لكن بتكون خلاص ماتت. وبعدين نرماده بتقول لهم خلاص من النهارده انا معاكم، بتحط ايدها على ايديهم بتقول لهم انا من النهارده معاكم. وكالي بيروح يولع في اخوه وبيقول له اجيب لك حقك يا اخويا. وازاد بيروح يعمل اخر عمليه اللي هي المفروض ياخد كل الفلوس عشان خاطر كالي ما يفوز في الانتخابات. بيقول له ابو فقرام انت ما تدخلش في اي حاجه، لكن مره واحده كده صاحبتهم خلاص هتموت وفقرام بيخش يظبط الدنيا وصاحبه الظابط ده بيضرب عليهم بيض مع ان البيض غلب مش عارف بيعمل اكشن ليه ده بيعرفش يمثل والله. المهم فقرام بيخلص على الدنيا ويضرب فيه يمين شمال هو بيولع موتوسيكلات، لكن في حاجه اسمها الكتره تغلب الشجاعه صاحبي فبيقدر يحوطوه من كل مكان. وفي واحد كده تبع الدبابه بيقول له خلاص على كده انت تفشت يلا. واللي اسمه كالي بيضرب في اصحابه في اصحاب فقرام وبيقول ازاي ده انت طب منظرين ولا يلا انت هتخولنا امال مين ده اللي طلع في بث مباشر. فاصحابه بيقولوا له اللي انت بتضرب ده فقرام ومش فاكر اي حاجه عشان لو فاكرك كان قتلك دلوقتي، واللي على الصوره ده اللي في البث المباشر ده يبقى ابنه واللي عامل كل حاجه. وبيكون قاعد في السجن وبيستدعوا ظابط كده عشان يتكلم معاه. ظابط اسمه نايك بيقول لهم انا دخل لك 100 ظابط وهيخلص عليهم كلهم 100 جندي، لكن بتصير حاجه غريبه. بقول له اسمع اللي جوه دول مش 6 مش راجل و6 بنات، لا ده راجل و6000 بنت جوه بيضربوا الدنيا وبيطلع له عريان من غير هدوم. وازاد بقول له اسمع انت لازم دلوقتي تخلي رئيس الوحده يمضي على القرار اللي انا عايزه ده. بقول له يمضي على القرار ايه؟ بقول له مالكش فيه. بقول له في حاجتين كده لازم تشوفهم، وبيطلع بنت كده من السجن عشان تعرف كده، وبيعرفوا ان الجهازين دول اجهزه تصويت بخاطر الانتخابات وبكون خطفوا كل اجهزه التصويت والرئيس البلد بكون لازم يمضي. فبقول لهم اول مره واحد يجبرنا على ان احنا نعمل الصح ان هو نقفل المصانع كلها، بكون قفلوا كل مصانع كالي والراجل اللي تبرع لكالي ب 80%. بقول له اسمع دي فلوس مافيا يعني ناس شقيانه عليها لازم تجيب كده لما يضرب الدنيا عليها. وازاد بحاول يكشف الحقيقه لكل الناس وبقول لهم انا اسمي ازاد انا عملت كده وقلت اسمي فقرام خاطر اجيب حق ابوي اللي اسمه فقرام. وعلى فكره انتوا شعب كويس وبتشككوا في كل حاجه لكن بتشككوش في الحكومه، لازم تختاروا الحكومه كويسه وتشوفوا عشان تعملوا لكم كل حاجه وتختارهم. وبيخش عليهم قال وبكون عرف مين فقرام مكان ابنه ازاد وبخش عليه بقول له اسمع فقرام انت اكيد مش فاكرني دلوقتي وانا قلت لك انت وابنك. ومره واحده كده بيضرب عليه النار لكن المسدس ما بيضربش هو كده. فقرام بيفتكر كل حاجه في دماغه، بيفتكر مراته بيفتكر ابنه وبيمسك كده بيقول له ايه ليه ده كلام الابن انا افتكرت كل حاجه. بياخد ابنه بالحضن وبيقول له دلوقتي ممكن تبوسني. كان بيقول لهم ايه ده؟ بيقول لرجالته انتوا شايفين نجيب لهم ليمون احسن اضرب يلا انت هو. وبيضربوا فيهم لكن بصراحه ما بيضربوش وبيضربوا كالي ويعدموا العافيه، لكن بيظهر الجعش ده دبابه كبيره وبيضرب فقرام وبيضرب ازاد لكن بيتحدوا عليه وبيضربوا الطفايه وبيمسكوا كالي عشان يعدموه اي ما عدم شوريا مرات فقرام وبيعدموه فعلا. وبيظهر نايك بيكون فعلا صاحب ازاد وعمل كل حاجه بيعملوا كل حاجه مع بعض. وبقول لابو فقرام تعال يا ابويا ورو شويه لعب خلاص خلص الفيلم على كده وانتهى فيلمنا. يا رب نكون امتعناكم والسلام عليكم.